النهارده يوم حلو. اول حلقه هنتكلم في الكوره. ماكس ده كان البروف بتاعي وانا في ثانوي، وعلى طول بنلعب مع بعض كوره وبنشجع كوره. والاسبوع ده مليان حاجات كتير، يعني النهارده احنا لسه جايين من القهوه بنتفرج على ماتش الزمالك، ومبروك للزمالك كونفدراليه وهنتكلم عن ده. وامبارح فاينل الاهلي ماتش الذهاب، والنهارده الدوري الانجليزي لسه خلصان، فحسينا مفيش فرصه اجمل من كده نقدر نتقابل ونتكلم شويه في الكوره والحاجات الكتير اللي حاصله. فمنورني ومتحمس نتكلم مع بعض زي ما كنا بنعمل زمان كده في وقت الفسحه يعني. انا متحمس اكتر منك بكتير. انا بقالي تقريبا 7 سنين ما قابلتكش اه غير بس وقت الخطوبه والفرح عشان الصور. رغم كده لما اتقابلنا النهارده مش مبطلين كلام يعني. كاننا لسه كنا مع بعض من امبارح، يعني حاجه جميله جدا وانا مبسوط جدا جدا. بس خلينا في الكوره النهارده عشان زي ما واحنا انت في الكوره قلت اهتماماتنا شبه بعض، يعني احنا الاتنين بنشجع الاهلي، بس برضو النهارده واحنا على القهوه كنا بنشجع الزمالك من أكيد. كل قلبنا. بنحب غالبا نفس اللعيبه، احنا جيلنا شبه بعض فاتفرجنا على نفس اللعيبه، وده ممكن نبقى نقوله في حلقات اكتر قدام. طبعا كنا بنلعب تقريبا زيهم يعني واحنا في يعني بس انا احرف شويه. ماشي، ما هو الذكاء بيعوض الحرفنه. ما بالك لعيب عنده الاثنين يعني زي. طيب مبدئيا ايه رايك في ماتش النهارده بتاع الزمالك؟ مبروك، وفعلا احنا فرحانين قوي يعني. اكيد. الزمالك يستحق على الاقل الماتش النهارده كان احسن. نهضة بركان ما جاش غالبا لا ذهاب ولا عوده. اكيد بصراحه، اولا مبروك لنادي الزمالك، الف الف مبروك على البطوله دي، تستحقوها 100%. احنا بقالنا كذا شهر الزمالك حقيقي ماشي على المسار الصحيح، تدعيمات كتير ولاعيبه كتير. شابو حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بيشتغل في صمت قوي. احنا سواء في صمت او سواء كلامه مع اللعيبه اللي احنا ما بنسمعوش، بس النتيجه واضحه. كان في لعيبه كتير قوي مؤثره في الزمالك غير مقيده بالقائمه الافريقيه، وبالرغم عن ده عبد الله السعيد وناصر ماهر، اغلبيه الصفقات الجديده غالبا اقوى الصفقات يعني. ومع ذلك الاداء كان رجولي، خاصه من زيزو. انا بشيد بزيزو جدا 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 من اول دقيقه لاخر دقيقه، رجل المباراه من وجهه نظري يعني. وكمان في حاجه كانت دايما ما بشوفهاش في الزمالك، بشوفها الفتره دي، الروح بين اللعيبه. الروح بين اللعيبه حلوه، اللعيبه مع الجمهور حلوه. كمان لما بيبقى في مشكله ما بنسمعش المشاكل الداخليه، يعني انا مش فاكر امتى اخر مره سمعنا ان فلان وفلان شبه ما كنا بنسمع قبل كده. لا دي مش موجوده، اللعيبه بتقاتل، اللعيبه بيحبوا بعض، اللعيبه ما فيش مشاكل. مجلس الاداره ما بنسمعوش، المداخلات بتاعت كل يوم دي ما بنشوفهاش. فكل ديت حاجات لازم تكون في الاخر نتيجتها بطوله افريقيه، وان شاء الله في السوبر مع بعض يعني. ان شاء الله يعني ان شاء السبت الله في الجاي السوبر مع بعض. رسميا اهلي والزمالك في سوبر افريقيا من 94. سنه 94 ما لعبناش بعض في بعد السوبر. السوبر الافريقي 94 مين اللي كسبه؟ ما خلي بقى الناس تروح تدور. هي انت مواليد 95 انت صح؟ مواليد 92. 92 امال ايه 95؟ دي 95 ده بدايه الانترنت في مصر، بدايه الانترنت. بدايه ضياع الوقت في مصر. انت كاتبه ليه طيب؟ عشان بنقول للناس الانترنت دي حاجه وحشه ما تتفرجوش علينا. ماشي. ويستنج تايم. طيب فيا جماعه اقفلوا الانترنت وما تتفرجوش علينا لان الانترنت حاجه وحشه. شفت ازاي ماتش امبارح بتاع الاهلي؟ نبدا بالتشكيل، نبدا بالنتيجه. نبدا بالنتيجه. النتيجه ايه رايك فيها؟ مبسوط جدا. 0-0 هتخليك مطمن في ماتش العوده؟ افشع عشمني شويه ب1-0 لينا لما نزل، بس نتيجه مطمئنه لو ما عملناش ستايل الزمالك وتنشيف الدم لاخر ثانيه. يعني احنا لازم الزمالك النهارده ماشي لحد اخر ثانيه. احنا واصلين الدقيقه 12 البطوله رايحه جايه، الماتش رايح ازاي. دي حقيقه دي حقيقه. فاحنا مش عايزين كده. الزمالك بدا صح جدا، واتمنى ان الاهلي يبدا نفس البدايه. احنا بره ملعبنا عملنا الماتش اللي المفروض نعمله بره ملعبنا، على عكس الترجي. احنا عملنا الماتش اللي فعلا المفروض يتعمل بره ملعبنا وتطلع بكلين شيت. فاتمنى ان الاهلي زي ما بدا الزمالك النهارده كده يبدا، بس ما يبقاش جون واحد، يبقى جون واثنين وثلاثه، ونطمن بدري بدري. لان دي احلام العصاري. نيجي على ارض الواقع. على ارض الواقع قدام فريق الترجي اللي على ملعبه كان خايف منك وخايف يخش في جوان، وفي بعض الاحيان انت اللي كنت الدومينانت على الجيم. لا دي مش احلام عصاري، انت كنت دومينانت. طب بس الاهلي انا مش فاكر امتى اخر مره كان هو الحد اللي داخل وواحد واثنين وثلاثه في اول ربع ساعه ولا في اول شوط حتى عشان يعملها في الفاينل قدام. وخلي بالك لازم غصب عن كولر هيبقى متحفظ شويه لان الجون اللي هيدخل فيك صعب تعويضه. هو انا مش فاكر اخر مره كنا دومينانت اصلا من غير علي معلول. دي مصيبه سودة تانية. دي اكبر مصايبنا. هو مفتاح اللعب بتاع كل حاجه، هو رئيس جمهوريه الملعب جوه تشكيله يعني. لان طبيعي ان انت اي فريق بيلعب الفريق الخصم هيدافع قدام المهاجمين بتوعك.
لكن صعب قوي ان هو يدافع قدام الباك بتاعك. ده عاده ما بيحصلش. هو هيمسك لك زي ما عمل في ماتش الذهاب، بيعمل دويتو هو امام عاشور رهيب برضه. طبعا. طب شايف تعويضه وهو كريم فؤاد؟ لا مش قصدي ان كريم فؤاد يقدر يعوضه، شايف لا تعويضه؟ انا فاهم كويس، انا مش ولا شايف في حد تاني؟ بص ساعتها في الماتش، وقت الماتش انا مش هلوم على كولر قوي، الوم عليه ما قبل الماتش مش في وقت الماتش، الوم عليه ان من قبل الماتش ما جهزش بديل لمعلول في نهائي افريقيا وهو عارف كويس ان عمر كمال مش مسجل. دي تلوم فيها طيب كولر ولا مجلس اداره الاهلي او التعاقدات انها ما تعاقدتش مع باك؟ ماشي، ايا كان المجلس اللي فوقيه، ايا كان المدير بيعمل ايه، انا لازم اوجد حلول. كريم فؤاد ما احنا متفقين ان هو لعيب كويس، احنا ما بنتكلمش في ده. كريم فؤاد الماتشات القليله اللي لعب فيها عمل اداء كويس، واوقات كان بيسجل وبيروح، ما عنديش مشكله في ده. هو حاول يقفلها دفاعيا، وده اول ماتش كريم فؤاد يلعب باك ليفت ده كمان. كتر خير الدنيا. احنا الهجمه الوحيده اللي اتعملت علينا من جنب علي معلول وقت ما كان بره الملعب وقبل ما كريم فؤاد ينزل، غير كده ما كانش فيها هجمات. فهي دفاعيا احنا عملنا ماتش دفاعيا كويس. بديل علي معلول خلاص ما فيش اي حد معلول. كله شبه بعض. انا شايف لا مش كله شبه بعض، انا شايف يا كوكا ماشي ده كوكا لعبه، كوكا لعبه، ده حل من الحلول، يا اما هتعمل حل مخاطر، وما اعتقدش ان كولر هيعمل كده، اللي هو وهو امام عاشور. طب خلينا في منطقيا مش هيحصل. مش هيحصل كولر يعني مش هيعمل كده. يعني كولر مش هيحصل حتى لو انا وانت ما اقتنعنا وعرفت تقنعني مش هيحصل. طيب التشكيل انت انا اعتقد بالنسبه لي التشكيل بتاعنا هو التشكيل المثالي اللي تمناه اعتقد اغلبيه الجماهير الاهلاويه. مفيش حاجه تانية تتعمل. يعني لو في مفاجاه سنه تبقى مفاجاه في البدلاء، ان ازاي عمرو السوليه مش موجود، ان ازاي كوكا مش يعني بس اصل انت حد طالما معقوله يعني. طالما ياسر ابراهيم ومحمود متولي فت فهم هيبقوا موجودين كبدلاء، ودول كانوا موجودين. كهربا اكيد موجود كبديل، بس ديانج انه دخل وكان السوليه هو اللي بيلعب الى حد ما. غريبه فكره ديانج انه كان بيطمح انه يخطف جون، فديانج ساعتها كان هينزل زي اول 5 دقايق عملوهم لعيبه الترجي. لعيبه الترجي انا على فكره مش مع ان الناس قالت انه دول قاصدين يسيبوا معلول، انا مش مع ده، بس انا مع ان هم كانوا قاصدين يلعبوا ناشف. تدخلات ناشفه عنيفه، تدخلات ناشفه بزياده، وده يعني طبيعي يعني. احنا بس ناشفه رخمه، بس كوره ناشفه بزياده، واحنا ما عرفناش نعمل كده. اتمنى ان احنا نعرف نعمل كده واحنا جايين. بس اصابه معلول ما كانتش عنيفه، ما هي في حاجات كانت زي تدخل عادي ينفع اي حد يعمل. انت امام عاشور، انا كنت موجود في الاستاد يوم ماتش افتتاح الاستاد العاصمه بتاع المنتخب، وامام عاشور يعني اتصاب وتدخل ما كانش عنيف، كان اخف من ده، بس هو وقع على كتفه، فخلاص يعني في حاجات قدر. ايوه يعني هو ربنا كاتبها له كده خلاص يعني. ونرجع بقى قبل شويه التشكيله الداخله بتاعت جمهور الترجي، انا عجبتني قوي. شابو لجمهور الترجي، وشابو اكتر للعيبه الاهلي. رامي ربيعه كان مستني عشان يتوس كوين الحكم، وساعتها كان اللعيبه في الباك جراوند كلها لعيبه الاهلي راحت تحيي جماهير الترجي على الدخله دي. فعلا ما شفتش اللقطه دي. لا انا نزلت فيديو باللقطه دي. عجبتني اللقطه، عجبني الدخله. انا بقالي كتير ما شفتش دخلات حلوه. دخله الزمالك النهارده حلوه جدا يعني جدا. ان شاء الله ماتش العوده بالاهلي يعمل دخله حلوه يعني. نتمنى. بس نقدر نقول الومضات اللي بتيجي وقت الماتشات زي النهارده كده، لما دونجا كان هيقع على راسه لعيب نهضة البركان مسكو، زي ما لعيبه الاهلي راحوا الجماهير الترجي وحيوهم على الدخله بتاعتهم. دي اوقات كده بتفكرك ان الكوره فيها كتير جوه، الكوره عميقه، مش زي ما بيبان للناس بعض الاحيان لعبه تافهه والناس بتصيح وخلاص. لا، الموضوع اعمق من كده بكتير. وللامانه التعصب ابتدى يقل بنسبه كبيره بين جماهير. يعني انا وانا بحضر ماتش الاهلي امبارح كان معايا ناس كتير زملكاويه بيشجعوا. حتى ماتش كاس الفاينل الاخير اهلي وزمالك برده ما كانش فيه تعصب، رغم انه فاينل واهلي وزمالك ما كانش فيه التعصب، ما كانش فيه التحفيل اللي احنا متعودين عليه. الدنيا ابتدت تقل قوي لان اساس التعصب اتشال من وجهه نظري يعني. اللي كان بيخلق التعصب كل يوم ده ما بقاش موجود، فطبيعي الجمهور هيهدى. والحركه اللي اتعملت من ساعه لما لبيب راح زار النادي الاهلي، وحسين لبيب كابتن حسين راح زار النادي الاهلي مع كابتن بيبو، والدنيا خلاص ابتدت تهدى وشفنا الاجواء هاديه واتمنى تكمل على كده يعني. اكيد يعني احنا خلينا متفقين ان لو في اجواء تانية مع ناس تانية، وجود احمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد بتيشيرت الزمالك، وجود امام عاشور بتيشيرت الاهلي، وحلقه رامز جلال مع ميدو، كل ده عدى طبعا. كل ده عدى بشويه كلام واستلامات العاديه خالص، اللذيذه الحلوه اللي اقل من العاديه اللي بتحصل النهارده في الدوري الانجليزي بين مانشستر سيتي وارسنال عادي، ومن كام يوم بين ارسنال وتوتنهام. ده العادي وده الطبيعي بقينا اقل يعني. كمان من الطبيعي، فدي حاجه اكيد. دي حاجه حلوه، ده اكيد
حاجه تفرح 100%. وبرضه دي بيدل على قوه القطبين اهلي وزمالك، لما تشوف ده واصل فاينل وده واصل فاينل، ده اخد البطوله وان شاء الله ده ياخد البطوله. الاهلي اخر 5 سنين واصل 5 فاينل، الزمالك اخر 5 سنين واصل 3 فاينل. ده برضه يدل على قوه اهلي والزمالك وقوه الدوله المصريه. اكيد. بس الفكره بقى ليه المنتخب مش قوي زي الاهلي والزمالك رغم ان كل لعيبته غالبا اهلي والزمالك يعني؟ الناس كانت بتقول ان البطولات ما بتجيش غير مع مدير فني مصري زي الجوهري وحسن شحاته، بس ساعتها المدير الفني المصري ده كان بيبقى ليه الحريه انه يختار عدد ايام الاعداد اللي قبل او عدد المعسكر اللي قبل البطوله، كان بيبقى يختار اللعيبه وينزل يشوف شويه. الموضوع كان ابسط من دلوقتي الدنيا معقده وناس كتير بتقول ارائها وفي محسوبيه شويه والدنيا مش احسن حاجه. لكن الزمالك والاهلي ليهم اداراتهم. طب ما تقول ان المشكله في اتحاد الكوره، ليه عمال تحاول تجملها؟ تمام، يبقى الاهلي ليه ادارته اللي بقى لها سنين ماشيه بمبادئ معينه، الزمالك دلوقتي ليه ادارته اللي ماشيه حلو جدا، والادارات دي منفصله مالهاش دعوه بالمنتخب، والادارات دي ماشيه بنظام. انا شايف ان ده سبب، بس في سبب تاني، انديه افريقيا بتفرغ لعيبتها يحترفوا. احنا بنجيب المحترفين بتوعنا يلعبوا في الاهلي والزمالك، فتيجي تشوف مثلا في الاهلي جبنا رامي ربيعه، بغض النظر متفق او مختلف مع مستواه، كان محترف جبت حسين الشحات، جبت كهربا كان محترف، وجبت كل دي لعيبه كانوا محترفين انت جبتهم. تشوف الزمالك الموسم ده احمد حمدي كان محترف جبته، مش فاكر مين تاني كان في كذا، يعني لو دورنا هنلاقي زيزو اصلا زيزو كان محترف وجبت في كذا لعيب كانوا محترفين وانت جبتهم، وفي كذا لعيب تقدر تسوقهم وتطلعهم زي عبد المنعم، زي في الزمالك زيزو ده لو عايز يمشي بكره هيمشي، وهكذا. والونش كان جاي له عروض في اوقات كتير، شوبير لو هيحترف، بس انت بتتمسك بلاعيبتك عكس انديه افريقيا بتفرغ لاعيبتها. فلما تيجي تلعب منتخب افريقي بتشوف كميه المحترفين اللي موجودين، كميه المحترفين قليله قوي، فالانديه الافريقيه قليله بسبب انها بتطلع، وانت قوي بسبب انك بتاخد وما بتطلعش. طب سؤال بقى، او لا متفائل بحسام حسن؟ لا ماشي ربنا يطمن قلبك. مش عشان حسام حسن وحش، عشان المنظومة. هو هيدي روح، بس عشان المنظومه مش المنظومه ما تساعدش، المنظومه ما تساعدش نهائي. طب يعني سيبنا من المنتخب، هنتكلم في وقت تاني المنتخب. نرجع لماتش الاهلي والزمالك. الاهلي مبدئيا في ماتش العوده شايف يبتدي ازاي؟ مش كتشكيل بس لكن كتاكتكس انه ازاي يقدر يحافظ وازاي يقدر يلعب. احنا اول حاجه لازم نبتدي ان احنا نعمل غرفه مغلقه نجيب فيها محمد هاني ونقول له ايه السبب اللي خلاه يجي في دماغه انه يزق لعيب بره الملعب وياخد انذار. انا مش فاهم ليه. ده يعني كابتن الفريق ده ما تغلطش فيه. ايوه انا عايز افهم ايه يعني انا بجد عندي فضول اعرف. انا هقول لك هو عايز ايه. فاكر في ماتش الوداد الفاينل اللي فات اللقطات اللي عملها قدام لعيبه الوداد والكلاحه اللي احنا مبسوطين بيها والحاجات دي؟ هو عايز يبقى في لقطه الفاينل دوت ينزل فيها في الريل، الستوريز اللي بتنزل والريلز. صدقني ما بهزرش، احنا بنحب دوت، واحنا اللي بنساعدهم ان هم يعملوا الحاجات دي. يعني في فيديوهات، انا شفت فيديو اغنيه لام كلثوم واغاني طرب محطوطه على شنكله وعلى كلاحه وشده التيشيرت والشلوت احنا بنحب الحاجات دي. ما هو الحاجات دي بتضيع بطولات. يعني هو احنا كان عندنا باكين بس بتجيب فيوز ومشاهدات وبتجيب كروت صفراء وحمراء. الغريب بقى المشكله ان قبلها بدقيقتين كان كريم فؤاد واخد انذار بالظبط، فالباك الشمال واخد انذار وانت الباك اليمين تقوم تاخد انذار. بس كريم فؤاد كان على دخله، يعني ده دخل على اللعيب وفي كوره. يعني انا قصدي ان انت كمحمد هاني لازم تفكر 1000 مره قبل ما تعمل اي حركه علشان ما يبقاش الباكين بتوعك معاهم انذارات. محمد هاني ما بقاش الصغير بتاع زمان، محمد هاني خلاص 30 سنه، يعني المفروض ان ده لعيب الحاجات دي ما تتعملش ومالوش باك بديل بره. مفيش باك بديل، يعني يوم ما هيحب كولر يامن ما فيش حد. اكرم اللي بيلعب باك يمين احنا ملاعبينه نص، وكريم فؤاد اهو موجود، وعمر كمال بره القايمه. تاني حاجه نجيب عبد المنعم ونوريه برده الفيديو بتاع ان هو كل ماتش لازم يمد كوره، عشان يمكن نفس الشورتات اللي بينزلها ان هو بيقط لما قط لعيب الزمالك ونزلت على طول وبقت عملت ترند. القطه دي كانت هتيجي علينا بجون والبطوله تضيع، فبلاش ماده الكوره دي. والكوره دي كان لازم ياخد فيها انذار طبعا. هي انذار بس ما خدش الحمد لله. هي انذار. الوحيد اللي كان بيلعب كوره واقعيه هو رامي ربيعه، على قد امكانيات. احنا الكوره طفش، انت عايز تطلع كلين شيت خلاص انا العب بالامان. هو كان متقمص دور ياسر ابراهيم امبارح. الكوره عباره انا مدافع، دوري اعمل ايه؟ اقطع كوره واسلم بس ده دوري. وده كويس في ماتش
الذهاب ده مش كويس في ماتش العوده، لان انا مستني رامي ربيعه اللي بيعرف يظبط كرات طويله، رامي ربيعه اللي بيطلع يحط كوره بدماغه. عبد المنعم حلو قوي في الكور حلو قوي كهيدر، بس بيجيب اجوان، بس كهيدر مدافع مش حلو خالص، عشان الثقه الزياده مش حلو خالص، مش كثقه زياده. هو ما بيعرفش يعمل التيك اوف، وما بيعرفش يمسك كل الكور اللي علينا اللي كانت خطر العرضيات. كان المهاجم دوت هو المان بتاع عبد المنعم، بيسرح، ما تعرفش ليه، في مشكله في الموضوع ده عندنا. عبد المنعم محتاج انه يقتنع انه هو لسه مش احسن حد في الدنيا، ولازم في مجال للتطوير. هو ثقته الزياده دي بتخليه ما بيشتغلش على نفسه كتير، هو لازم يشتغل على نفسه. ماتش الإنذارات اللي العوده ببلاش- شوبير اللي يقف، مش الشناوي. طبعا ما خلاص دي مفروغ منها. شوبير طبعا. انت عارف ايه اللي مضايقني؟ ان شوبير اكتشفناه صدفه. يعني لو الشناوي ما كانش اتصاب كان زمان شوبير لسه حارس احتياطي. انت عارف بقى احنا بالنسبه لنا شوبير ناشئ صح، ونديله ولا لا؟ اصل ده اكبر من حارس الترجي ب5 سنين. انت عارف كده، حارس الترجي اللي واقف امبارح اساسي اللي عامل 11 كلين شيت هو وشوبير 11 كلين شيت، اصغر من شوبير الناشئ ب5 سنين. احنا ثقافه اللعيبه الصغيره دي عندنا في مصر بلس 10. يعني يمين يامال في برشلونه 17 سنه، ده لو لعيب زيه بالظبط في مصر 27 تقول عليه صغير. يعني احنا بنعتبر ان احنا طبيعي بنوصل محمد هاني لسه ناشئ صغير، ورامي ربيعه لسه احنا بيتطور التارجت بتاعنا عصام الحضري في كاس العالم. اوكي. احنا لعيب بيلعب ل 45. طب انت لو من مجلس اداره الاهلي او مكان كولر تعمل ايه في مشكله الشناوي اللي لازم كده هتظهر قدام بعد البطوله؟ طب ناخد البطوله. يعني دلوقتي انت الماتش خلص، الشناوي ماشي، بلاش نسبة لا احنا كده العلاقة حلوة وجميلة وكل حاجة، بس هتظهر مشكلة. خلاص نمشيها واحدة واحدة. ماتش العودة عشان ناخد البطولة. زي ما كنا بنقول كولر يعمل ايه تحضيرا لماتش العودة بعد ما يفرج لهاني وعبد المنعم فيديوهاته. قعد هاني وفرج لهم. نبتدي بقى نشوف هنحط خطة للهجوم، لان احنا ما كانش عندنا خطة ان احنا ندافع كويس، وبعد كده بيرسي تاو وحسين الشحات وسام ابو علي هم نفس اللي انشيلوتي عمله مع ريال مدريد. هو بيحط احنا خطه. لعبنا ماتش دفاعي حلو بالمناسبه، طبعا بس طبعا. لا الناس يحسبوا اننا بنخبط، لا احنا لعبنا ماتش فكرة. وعايزين نطلع بالنتيجه دي. يعني لو قبل الماتش قلت لي يا جوفاني 0-0 ولا الريسك وممكن تشيل او لا، هقول لك 0-0. العوده مش هتنفع بقى، العوده لازم جمل واضحه. احنا معناش علي معلول، معانا اسبوع تحضير من غير علي معلول. لازم كولر يبتدي يلاقي حل. هو بياخد فلوس ومدير فني عشان في المواقف زي دي يلاقي حلول. الحلول دي احنا شايفينها، انا شايفها انها قفشه لازم يبقى موجود من اول ماتش. مكان حسين الشحات او بيرسي تاو. احنا لازم نص الملعب ده مين يلعب جناح. احنا اوقات كتير قوي كنا بننزل بقفشه وامام عاشور وتبادل مراكز، بس دوت قفشه وامام عاشور لو هيلعب 2 8 1 6 صح. احنا دلوقتي هنلعب 2 6 عادي، مروان عطيه واكرم توفيق. مين الثمانيه؟ ما هو قفشه وامام بتبديل مراكز 8 يعني. ما هم مش هيبقوا 8، هيبقوا 8 وجناح، بس بنبدل اوقات كتير قوي. يعني انت عايز عشوائيه قدام زي زمان لما كان ابو تريكه وبركات بيلعبوا. انت بالظبط. انت دلوقتي واحد زي فرقه زي ريال مدريد ما عندهاش مهاجم، ما عندهاش مهاجم 9 خالص. ورودريجو وفينيسيوس في ماتشات السيتي وبايرن ميونخ لعبوا على نفس الجنب. نفس الجناح الشمال على عدلته. دي هتاثر دفاعيا برضه. انت لازم جناحين عشان يردوا ويعرفوا امام يعني معلش، هو حسين الشحات هيرد احسن من امام؟ مش فكره كده، بس برضه انت بتلعب الخطه دي ممكن نتناقش فيها لو بدايه موسم، بس انت في ماتش عوده في اسبوع هتلعب بخطه مختلفه. هتبدا بالتشكيل الكلاسيكي بتاعك اللي نهيت بيه. انا شايف ده اكتر حاجه واقعيه اللي بدات بيه النهائي يعني اللي فات مع كريم فؤاد. ممكن نتناقش في الخطه اللي انت بتقولها كتاثيرها وانهي احسن، بس كواقعيه بعيده شويه عن الواقعيه. تتفق معايا؟ ما طبعا متفق، بس هي احنا يعني المدير الفني لازم شويه مباغته. انا بكلمك في اللاعبين. العبها مثلا من الدقيقه 80، العبها من الدقيقه 75، العبها بين الشوطين اغير لو اتزنقت، بس ان انا بلعب بقالي 3 4 سنين. انا متفهمك. وجود قفشه على الدكه ورقه رابحه طبعا. يعني احنا بيعرف ينزل يقتل الماتش ويعرف يسلم ويستلم. ودي حاجه صعبه جدا ان انا ابقى نازل من على الدكه وفي اول لمسه انا فت، لان دي بيبقى قاعد الملعب حلو. ده اللي ضيع عماد متعب من وجهه نظري. عماد متعب كلاعب وهو قال كده في برامج كتير، انا يا جدعان عشان انزل من على الدكه واخد وقتي واجيب اجوان لازم اخد وقت، فما تنزلنيش اخر ربع ساعه وتستنى مني حاجه. عماد متعب كان بيشرح ان هو نوع اللعيبه اللي بيحب ينزل من اول الماتش. رضا سليم بالمناسبه عمره ما نزل كتبديل وكان حلو. بالظبط. رضا سليم من الناس دي. حسين الشحات يعرف ينزل يبقى حلو، بيرسي تاو يعرف ينزل يبقى حلو، لكن رضا سليم بالذات مش من النوع ده خالص. قفشه قادر ينزل يبقى حلو. فده قفشه قادر ينزل يبقى حلو. وسام ابو علي ما حدش يجي جنبه. حدش يجي جنبه يلعب طبعا. ده لازم يلعب 90 دقيقه عشان احنا اخيرا لقينا مهاجم بيلعب كوره. مش بس كمهاجم هو حلو،
وسام ابو علي من نقط قوه دفاعك، لان هو رخم قوي ما بيخليش الفريق المنافس يعرف يبني هجمه. من نقط دفاعك القويه اللي اتحسنت وجود وسام ابو علي. هو لسه عنده وسام ابو علي ما كانش فيه تمويل ليه خالص الماتش اللي فات. لو في بنلاعب فرقه واخد الثقه وفي تمويل وفي حاجات وهجمات كتير هيجيب كتير. فغالبا احنا بنتكلم في ان نفس التشكيله ما عدا غالبا كريم فؤاد مكان علي معلول، صح كده؟ هو اعتقد مش هيفتي في كتير فيها وهينزل كريم فؤاد، ومش هيلاعب رضا سليم مكان حد يبتدي بيه. ما اعتقدش. يبقى نفس التشكيله. ما متخيل. طب الترجي هيلعب ازاي؟ الترجي اول 10 دقايق هيستقبل لعبه بس، زي ما نهضة البركان عملت كده مع الزمالك. هيحاول يوصل لابعد وقت ممكن بس ياخر الجون. وهم دفاعيا تقال جدا تقال. لا هم دفاعيا تقال. لا انا قصدك على نهضة بركان ولا الترجي؟ انا بتكلم على الترجي. لا الترجي حلو. نهضة بركان دفاعيا وحش. لا نهضة بركان دي مش فارقه توصل النهائي. هم وصلوا النهائي بسبب موضوع التيشيرت. لكن فانا بالنسبه لي الترجي هيدافع لحد ما الاهلي يا اما يجيب جون يا اما نعدي الشوط الاول من غير جوان، وساعتها الترجي هيلعب بالتبديلين 3 بتوعه عشان يحاول يخطف جون. لو احنا لحد الشوط الاول عدى من غير ما نجيب جون، الضغط هيتنقل من الترجي لينا، احنا اللي هنضغط. اوكي. انت دايما طالما بتلعب على ارضك لازم انت اللي تباغت، لازم انت اللي تجيب جون. عشان كده بقول كولر للاسف في الحته دي هو مش جريء كفايه. هو اتلسع من سان داونز تمام، وزي ما انت كنت بتقول في فيديوهاتك اللي اتلسع من الشرب ينفخ الزبادي، ده غباء. احنا اتلسعنا من الشوربه، طب ما نتعلم الزبادي علشان تبرد بقنا. بالظبط كده. فاحنا المفروض كولر، لا انا عارف كويس ان ال 45 دقيقه لو عدوا قدام فرقه من شمال افريقيا الضغط هيتحط عليا انا. كل كوره هتوصل للجون هيقع فيها ربع ساعه، وده طبيعي وده فير. هو بيستخدم القانون لصالحه بالظبط. فانا لازم ابدا ان انا هاجم، ابدا ان انا اجيب جون. ما جاش كل ما اقرب للدقيقه 45 من الشوط الاول احاول اهاجم اكتر، يعني اخد بالي من الدفاع، بس هو ده الوقت الاحسن ان انا اجيب فيه جون. بلاش نستنى ننشف اعصابنا لحد الاخر، لان اي تعادل ايجابي طبعا هيخلي الترجي ياخد البطوله. يعني تتوقع الماتش يخلص كام؟ الموضوع ده صعب قوي. توقع اتوقع 2-1 للاهلي. 2-1 للاهلي. اتوقع ماتش هيبقى صعب، يا اما 0-0 ونروح ضربات جزاء، يا اما مثلا بنتكلم في 1-0 للاهلي. يعني اتوقع. مين نجم الماتش بتاع الزمالك النهارده؟ زيزو. انا في ماتش الذهاب اللي هناك كان دونجا بالنسبه لي. ماتش العوده شايف زيزو، ودونجا لعب ماتش دفاعيا حلو، كان هو الستة الوحيدة اللي موجودة. وأحمد حمدي قبل ما يطلع كان حلو قوي برضه. بس هو زيزو. الفكرة ان انت الدقيقة 80 زيزو جات له كورة دخل فيها على 4 وخد منها ما سابهاش، فضل يجري وخد منها فاول. فلا مش اي لعيب تلاقيه كده. لا زيزو كان حلو قوي النهارده، عجبني جدا رائع. وبالنسبة لي المان اوف ذا ماتش بتاع ماتش الاهلي والترجي ماتش الذهاب، انا شايف كله كان شبه بعضه. يعني برضو محمد هاني انت بتتكلم في كوره ما عملش غلطه كارثيه. كله كان شبه بعضه. كريم فؤاد نزل ما كانش وحش. انا ممكن اروح شويه لرامي ربيعه بصفته الكابتن اللي عرف يقود المنظومه دي ان احنا نطلع كلين شيت. انا شايف اكرم توفيق كان حلو قوي. اكرم توفيق كان حلو قوي ما عدا الكره اللي طولت منه وكانت ما انا بقول لك كله كان حلو الا حته. هو انا عشان الحته حتى رامي ربيعه الا حته، بس هو عمل حته زياده ان هو ككابتن فعلا كان دايما بيلم الدنيا مع الحكم، ما نزعقش، فضل مخلي المنظومه متماسكه. يعني ان شاء الله يخلص زي ما انت قلت او زي ما انا قلت، بس المهم ناخد البطوله ويبقى سوبر افريقي كده اهلي وزمالك نستمتع بيه. سوبر قرن تاني. لا حقيقي احنا النهارده كنا بنشجع الزمالك من كل قلبنا وكنا بنهيص في وعايزين تيشيرت للزمالك نبقى نحطه هنا لما نيجي نتكلم. في كابتن محمد عويس انا احب اوجه له نداء من هنا، عشان هو قال لي جايب لك تيشيرت الزمالك بتاع حد كده مش هقول مين دلوقتي. فكابتن محمد تيشيرت الزمالك عشان نبقى نحطه هنا واحنا بنتكلم عن الزمالك بعد اذنك. اتفضل كمل. فلا بجد يعني بعيدا عن الاستلامات والافيهات، انا كنت بشجع الزمالك بجد من قلبي، لان حاجه مشرفه جدا جدا جدا. عدد النهائيات اللي راح لها الاهلي والزمالك اخر سنين حاجه مشرفه لينا، ان يبقى في سوبر ما بين اهلي وزمالك. ده خلينا متفقين. انا ما دام الزمالك بره البطوله اللي انا بلعب فيها انا هشجع الزمالك اكيد، ومش هشجع حد لا زمالك ولا غيره، مش كرها في الزمالك لكن حبا في ناديه. طبعا ما دام معايا في نفس البطوله انا مش هشجع غير الاهلي أكيد. لكن مش كرها في زمالك ولا اي حاجه، بالعكس انا احب الزمالك ياخد بطوله ما دام انا مش بلعب فيها. لو الزمالك بيلعب في دوري ابطال افريقيا وانا خرجت منها، لا الزمالك ياخدها، احب انه ياخدها. وعلى فكره في الدوري الاسباني عشان دايما بيحاولوا يسوقوا للدوري الاسباني بدل ما زي دلوقتي الدوري الايطالي بقى على اليوتيوب. الدوري الاسباني عايز يحافظ على رونقه،
فطالما مثلا برشلونه مش في بطوله الريال، لا الريال عايز برشلونه يوصل لابعد نقطه، عايز اتلتيكو يوصل لابعد نقطه. ده عشان الدوري بتاعك يبقى بالظبط قوي زي ما في الدوري الانجليزي قوي قوي زي ما بالظبط كده، بالظبط. الدوري الانجليزي الفرقه اللي بتاخد الشامبيونشيب زي ايست بروميتش اللي هي مع سام سام مرسي، مرسي. بتاخد فلوس اكتر من اللي بيكسب الدوريات الكبرى التانية مجتمعه مع بعض. أيوة. فعشان كده الدوري الانجليزي في عشان المكان اللي هو فيه. الفرق الدرجة الثانية والدرجة الثالثة في الدوري الإنجليزي لها جمهور عادي جدا وليها مشجعين، مش زي دوري الشركات بتاعنا دوت يعني اللي هم 18 فريق منهم 20 دوري 20 فرقة شركات يعني. مبروك للزمالك ومبروك يعني إن شاء الله مقدما للأهلي نتمنى يعني. النتيجة كانت حلوة امبارح، بس أنا حاسس كده إن هي سوبر افريقي كده اهلي زمالك حاسسها، فان شاء الله يعني. وممكن نعمل فيديو بقى لو كسبنا نعمل فيديو بقى ان شاء الله. ماشي. ان شاء الله. ماكس بيعمل فيديوهات حلوه قوي بيتكلم فيها يعني، عرفنا كده كوره وعربيات علوم وافلام ومسلسلات وافلام ايه. طيب وفي طبخ ولا ما فيش؟ في ازاي ما فيش طبخ؟ دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه. في كل اللي انت عايزه. ماشي هنحط اللينك بقى صح. ماشي ماشي. تمام. انا مبسوط ونورتني انا مبسوط جدا، ومبروك. كنت وحشني جدا، ومبروك لكل جماهير مصر. مبروك.